برامج بتعلمك التصميم، وفي برامج بتعلمك يعني ايه ابداع. والنهارده هنتكلم عن واحد من اعظم، الاليستريتور. خليك معايا لان في اقل من 10 دقايق بس هتفهم الاساسيات وتبدا في اول خطوه في طريق الابداع الحقيقي. السلام عليكم يا جماعه، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناه جرافيكروسوفت. النهارده معانا برنامج جامد جدا. انا شخصيا في البدايه كنت بقول عليه صعب وما بعرفش اتعامل عليه، بس حقيقي الموضوع بسيط جدا. في اقل من 10 دقايق ان شاء الله هنفهم كل الاساسيات. ويلا بينا على الشرح. بص يا سيدي، زي ما حكيت لك في الفيديو اللي فات ان فعلا الاشتراكات في الادوبي كرييتيف بالذات بتوديك عالم تاني خالص من ناحيه الادوات بتاعته. يلا بينا نبدا على الاليستريتور. اول حاجه هتفتح البرنامج وده الشكل اللي هيقابلك. ما تخافش، الموضوع بسيط جدا. احنا هنسيبنا من كل دوت ونبدا في العمل على طول زي ما احنا متعودين. نيو فايل، هنخلي ديت بيكسلز ونكتب هنا 1920 في 1080. بص يا دي بقى الارت بورد، دي عدد الصفحات اللي انت عايزها. فلنفترض هنخليها مثلا 10، وهقول لك ليه. هنخلي هنا كلر مود ار جي بي وراستر افكتس على 300. كده كده الالستريتور بيتعامل بالفيكتورز. مش وقت شرح خالص، انا جاي اديك التفاصيل العملي على طول وبعدين نبقى نفهم الشرح دوت في سلسله منفصله. هنعمل كرييت. بص بقى يا معلم، هو كده فتح لي 10 ارت بورد. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا معايا دلوقتي 10 تصاميم اقدر اعملها. لو انا هشتغل على مشروع موشن جرافيك وهرسم، معايا 10 صفحات ايه اقدر ارسم فيهم واجي على الافتر افكت وابتدي احرك الرسومات اللي انا رسمتها. طيب انا اول ما هبدا البرنامج افتحه وهعمل فيه ايه؟ هاجي هنا عند القائمه اللي فوق دي واختار اسينشال كلاسيك. هيبدا يجهز لي الادوات بتاعتي. اول حاجه اعملها بس همسح كل الصفحات اللي انا حطيتها دي. انا كنت بس بفهمك هي بتعمل ايه. طبعا باجي من هنا عشان اقدر اعمل اي حاجه في الصفحه اللي انا عايزها، اخليها طول، اخليها عرض، اغير اعداداتها، اغير المقاس بتاعها. كل حاجه اقدر اعملها عن طريق ايه؟ عن طريق الارت بورد. كنترول 0 عشان اخلي الصفحه تملى الشاشه. طيب بص بقى يا برنس، الالستريتور في العموم بيعتبر هو 6 ادوات بالظبط. 6 ادوات بيقدروا يعملوا لك كل اللي انت عايزه باي ديزاين، اي لوج، اي رسومات. ودلوقتي يلا بينا نعدي على اهم الادوات اللي احنا لازم نعرفها. دلوقتي انا حطيت اللوجو بتاع الالستريت. اروح هنا على قائمه الادوات دي، كل اداه هتقف عليها هتطلع لك بانل باستخداماتها واختصارها طبعا كده هو حرف الفي، وتبتدي تتحرك زي ما انت عايز. طيب تاني اداه هنستخدمها وهي الدايركت سيلكشن مود، ودي اختصارها حرف الاي. بيبقى عباره عن انكر بوينت، تبتدي تسلكت الانكر بوينت اللي انت عايز تلعب بيها. فدي عندنا اول اداه اللي هي السلكشن، ودي اللي انا بحرك بيها. طيب بعد كده عندنا هنا الشباك. وانت بترسم هتلاقي هنا عندك فوق حاجه اسمها فيل وحاجه اسمها ستروك. الفيل ده اللون الداخلي اللي هو مثلا خلينا ناخد اللون الاحمر نرسم بيه، والستروك ده الاطار الخارجي. هنخليه اسود مثلا زي ما هو عشان اوريه لك ونعلي اهو، هو الاطار الخارجي. طيب انا هرسم دلوقتي كده اي حاجه. طبعا بدوس على شيفت عشان اخلي الرسمه تبقى متوازنه، الطول والعرض بتاعهم تبقى الابعاد متساويه. هلغي الستروك منها وهدوس على الالت واخد منها كوبي نسخه ثانيه بس اغير لونها. هنيجي بقى على اهم اداه يعتبر اصلا الالستريتور كله مبني عليها، ومفيش حد بيشتغل الالستريتور الا لما يستخدمها. تلاقي حاجه اسمها في الويندو اسمها باث فيندر. هي دي الالستريتور. شايف القائمه الصغيره دي؟ هي دي الالستريتور. دي يا سيدي بقى بتقدر تعمل فيها كل حاجه. بتقدر تقطع بيها الرسومات اللي انت عاملها، بتقدر تدمجها، بتقدر تخليهم شكل واحد. يعني هفهمك دلوقتي يعني ايه وكل واحده فيهم ان شاء الله بتعمل ايه كده على السريع عشان وقت الفيديو ما يطولش. خلينا ناخد بس بقيه الادوات الاول وبعدين نوصل للباس فيندر دي بقول لك بتعمل ايه. هنسيب الشيب دي بس معانا هنا. تيجي على اداه الدايركت سيلكشن تول، ودي الاداه اللي هي بتعدل في النقط والزوايا. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك دلوقتي. احنا عملنا سيلكت دلوقتي على الشيب دوت او ايا كان اللي احنا حاطينه وعايزين نعدل على الاطراف بتاعته او على النقط والزوايا زي ما قلت لك. نسلكت على النقطه المحدده اللي احنا عايزين نعدل فيها واسحب زي ما انت عايز بقى للاخر كده او منها جزء. النقطه دي كمان كده ممكن نسلكت عليها ونسحب شويه. بتقدر تعدل على النقط والزوايا زي ما انت عايز. فاهم؟ دي دايركت سيلكشن، انا بحدد على نقطه واحده بس وابتدي اعدل فيها زي ما انا عايز، او بسلكت على النقطتين اللي انا عايز اعدلهم مع بعض وابتدي اصغرهم كده مثلا. فهمت الفكره بتاعت الدايركت سيلكشن دي؟ وعندنا كمان اداه البين تول اللي هي اهم اداه في كل برامج الادوبي. تبتدي ترسم زي ما انت عايز وتسرح بخيالك. تيجي عند السلكشن مود وتظبط لو انت عايز تعمل فيها اي حاجه، تغير اللون مثلا. وحاجه كمان تقدر تزود النقط زي ما انت عايز، بحيث مثلا انا عايز ازود نقطه هنا وبالدايركت اروح محددها ومعدلها كده. طيب في نقطه هنا زياده طلعت معايا انا مش محتاجها، هجيب برضو اداه السلكشن وادوس عليها هيشيلها. فاهم؟ يعني انا لو دوست هتلاقي علامه الزائد، لو انا وقفت على نفس النقطه هتلاقي علامه الناقص من غير ما ادوس على اي حاجه في الكيبورد. طيب هعمل كده تمام. طبعا اداه التكست كلنا عارفينها. هنجيب على اداه التكست ونكتب اللي احنا عايزينه زي ما انت عارف. طبعا في امكانيات كتير قوي هنا في الكتابه زي الفوتوشوب برضو ان انت تقدر تجيب التكست وتيجي كده على طرف الشيب اللي انت حاطه. لما تظهر لك كلمه باث وتدوس هتلاقيه كتب لك الكلام كله جوه المربع اللي انت محدد عليه او ايا كان بقى انت عامل ايه، يعني عامل دايره عامل مربع ايا كان. خلينا بقى نتكلم دلوقتي عن الباس فيندر عشان ما نطولش وقت الفيديو. بس دي بقى الباس فيندر دي هتعمل سيلكت على الشيبس اللي انت عايز تعدل فيها براحتك. وبص بقى عندك هنا اداه اسمها شيب بيلد. هنا
هتدوس عليها، ودي برضو زيها زي الباث فيندر، بس ايه بتخليك تتحكم مانيوال بايديك وانت واقف هنا. يعني بص ده كده هيبقى جزء لوحده، وده هيبقى جزء لوحده، ده هيبقى جزء لوحده. طول ما في تقاطع بينهم بيقسم لك جوه التقاطع ده جزء لوحده. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي جيت هنا عايز اخلي الاثنين دول مع بعض يبقوا شيب واحده، هتلاقي في علامه الزائد على الطرف بتاع الماوس، هتضغط كليك وتفضل دايس وتسحب. او بص الاثنين عندي شكلهم متغير، هتسيب بالكليك دمجهم مع بعض. وطبعا ده عشان انا اعمل اللون الاحمر فهي طلعت معايا احمر، لكن لو رجعنا خطوه جينا نغير اللون الاحمر خلينا مثلا اصفر وعملت سيلكت مع بعض اهو بقى لون اصفر، هقدر احدده. شال لي الجزء اللي كان متركب مع الشيب الثانيه لوحده والشيب دوت بقى كامل. نرجع خطوه. طيب هسلكت عليهم تاني ومن نفس الاداه. لو دوست بقى على الالت بص هتلاقي علامه الزائد بقت ناقص. طب لو انا ضغطت على دي شالها لي. شفت بقى عمل لي ايه؟ خلى لي دي لوحدها ودي لوحدها. اصبح كده معايا بقى شكل لوجو في ثواني. هنسلكت بقى عليهم. طبعا في شغل اكتر بكتير من اللي انا قلته دوت الاداه بتاعت شاب بيلدر بتعمله، بس خلينا نختصر على طول عشان وقت الفيديو. هنا بقى عندك يا سيدي في الباث فيندر عندك حاجه اسمها يونت، ودي بتدمج الشيب مع بعض كلها. اللي انت عملت له سيلكت كله مع بعضه بتدمج. نرجع تاني وتسلكت عليهم تاني. حاجه عندك اسمها انس فرونت. زي ما انت عارف ان الادوبي عموما عباره عن طبقات وليرز فوق بعضها، فبالتالي الشيب الحمراء هي اللي تحت الشيب البرتقاني. فانا لما اعمل عليهم سيلكت وادوس على تاني اداه هنا بص هتعمل ايه؟ هتشيل البرتقاني وتسيب لي الطبقه اللي تحت مش اللي فوق. طيب تالت اداه معانا وهي بتشيل الاطراف. يعني بص هتلاقي هنا دلوقتي لو انا سلكت هتلاقي هنا الجزء اللي جوه الباث ده هو ده اللي هيفضل معايا، الباقي هيشيله كده اهو. طيب والاداه اللي بعد كده بقى يا سيدي دي بتقطع على طول زي ما احنا عملنا بالشيب بيلدر بس بضغط الكليك اهو، وخليته لك طبعا لون واحد زي ما انت مختاره. بس دي بتخليك الباس مع بعض بيبقى جروب. انت هتعمل كليك يمين وتختار ان جروب وتتحكم في كل حاجه لوحدها. خلاص دي حاجه اسمها شيب مودس، دي بتندمج لك معاهم على طول. انما في حاجه بقى اسمها باث فيندر تحت، دي بتقطع وبتفصل كل لير لوحده. يعني لو انا دوست على ديفايد هعمل طبعا كليك يمين ان جروب، بص بقت ده لوحده وده لوحده وده لوحده. هنيجي على اللي بعدها حد تاني هتلاقي ده بعدها اسمها تريم، دي بقى بتقطع اللي تحت وتسيب اللي فوق كامل زي ما هو. يعني لو دوست كده تريم اهم حاجه كليك يمين ان جروب، بص هتلاقي دي بقت لوحدها ودي بقت كامله مع بعضها. ماشي. بعد كده الاداه اللي بعدها مارج، دي بتدمجهم مع بعض. يعني بص خليتهم مع بعض، هتيجي تعمل ان جروب هيشيلهم لك بس خلاص بتقطعوا بقى هم مع بعض. وبعد كده هتلاقي عندك اداه الكروب، ودي اكيد بتشيل الاطراف وتسيب لك اللي جوه زي ما انت شايف كده. واخر حاجه بقى معانا دي بتخلي لك الطبقه اللي فوق بتسيب لك الاطراف بتاعتها بس كده. طبعا هي كل الحاجات اللي انا حكيتها مش بالسهوله دي وضغط كليك وخلاص شكرا، لا طبعا دي بتبقى مهارات وحاجات انت فعلا لو ابدعت فيها هتعمل لوجو وديزاينات جامده قوي بالإليستريتور. بس اهم حاجه التجربه. وطبعا الإليستريتور فيه حاجات اضخم واجمد من كده بكتير، بس زي ما انا قلت لك عشان وقت الفيديو السلسله ديت عباره عن اقل من 10 دقائق نفهم البرنامج، فانا بديك الاساسيات البحته للبرنامج. وده كان اول لقاء بيننا وبين الإليستريتور. قول لي بقى في الكومنت شكله صعب ولا سهل، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون عن الافتر افكت. وفي الفيديو اللي فات بتاع الفوتوشوب وقلت لك تريك حلوه لو عايز تتفرج عليها هتلاقيني سايب لك هنا. التريكه دي هتفرق معاك جدا.